اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا، صباح السعادة. كل سنة وانتم بخير وطيبين وعام سعيد يا رب. اجعله عام سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. احنا في أواخر السنة، داخل علينا سنة جديدة. لازم يكون عندنا تفاؤل ويقين بالله ان احنا هنحقق كل اللي احنا نتمناه، اللي ما حققناهوش في السنة الماضية نحققه في السنة اللي جاية بإذن الله. صباحكم جميل وزي الفل. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل أكلة سريعة جدا، ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش اي حاجة يعني جديدة، كل حاجة موجودة في المطبخ. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي، أحلى وأجمل إخوات. هاتي بقى لم كل اللي في التلاجة وتعالي بقى هنعمل ايه دلوقتي. عندي كام بصلاية كده، وعندي وحدتين من الجزر، 2 من الطماطم، قرن فلفل، وكمان هجيب بطاطساية هقشرها. هنقشر كده مع بعض الجزر الاول، وهنجيب بطاطساية هنقشرها برضو وهنضاف للموجودة يعني. طيب لو عندك انواع من الخضروات في التلاجة هاتيها. عندك نوع واحد، نوعين، 2، 3، كل اللي موجود هاتيه. بس انا بجيب الحاجة اللي هتتقشر الاول، نقشرها مع بعض ونشوف احنا هنعمل الاكلة بتاعتنا السهلة البسيطة اللي يعتبر اقتصادية وبسرعة كده. هتعملي احلى واجمل صينية خضروات بالفراخ زي الفل. طبعا انا عندي كوسة هنا، تقريبا نص كيلو كوسة، كان فايض برضو في التلاجة. احنا طبعا اخر الاسبوع، بس مش عارفة بقى الفيديو هينزل امتى. بالنسبة لي اخر اسبوع، يعني اخر اسبوع السوق اللي انا بسوقه. وهبدأ بقى ان انا اقشرها بالطريقة ديت. طيب في ناس ما بتحبش تقشرها وتقول القيمة الغذائية في القشر وكده، اغسليها كويس وقطعيها، ما فيش اي مشاكل. اللي بيحب اقشرها زي كده قشريها برضو، ما فيش اي مشاكل. هنحوش بقى ايه القمع من فوق من تحت كده، ونقشر كل الكمية معانا كده بالظبط زي ما انت شايفة معايا كده. دايما تستغفري الله كتير. وخلصنا الكمية، هنجيب بطاطساية. طبعا انا في الاول كده حطيت غسلتهم وحطيت عليهم مي. هبدأ بقى ان انا اقطع البصل معايا بالطريقة ديت في الطاجن او الصينية اللي انا هطبخها فيها. انا لقيت البصل كمية قليلة، قلت بقى ايه مش لازم ان انا اطلع الكب، مفيش اي مشاكل يعني ان احنا ان احنا ما نطلعش الكبة النهاردة. ده هم بصلتين 3 هخلصهم كده ايه سريعا كده. وهبدأ بقى ان انا اقطع كل البصل متوسط الحجم، لا هي كبيرة ولا صغيرة. بعد كده بقى قلنا ان احنا دايما نصلي على الرسول ونستغفر الله كتير بنية الفرج وبنية تيسير الحال، وبنية ان ربنا يسهل لنا الحال. اللي محققش فعلا حاجة في سنة 2023 يحققها 2024 بإذن الله. عايزة اقول كل الناس الحلوة والناس الجميلة ومتابعيني كل سنة وانتم طيبين من قلبي، ربنا يصلح حالكم ويبارك لكم يا رب. خلصت كل كمية البصل. على فكرة في واحدة متدارية انا شفتها بعدين. هقشر بطاطسايه واحطها في المية كده، وهبدأ بقى ان انا اجيب سرفيز، وهبدأ بقى ان انا اقطع الفلفل، وهقطع كل الخضروات اللي معايا بالطريقة دي. طبعا حطها على النار، و كل شويه بتابع وبقلبها، يعني حطينا عليه الزيت وحطينا ايه على النار. عندك حته ليا مفيش اي مشاكل، دهنه مفيش اي مشاكل. انا مش بفضل ان انا احط اي سمنه الا الفلاحي. فطالما هي خلصانه من عندي خلاص، انا هحط حبه زيت صغيرين رايقين نضاف كده، وبلاش ان احنا نحط اي حاجه تانية. هصفي الميه علشان ايه، هو كده خلاص نقع واتغسل واتظبط خالص عشان ما تضايقنيش وانا بقطع الخضروات بتاعتي. هبدأ بقى ان انا ايه اقطع الكوسة. عايزة اقولك ان كانت احلى صينية جميلة اتنسفت ما شاء الله بألف هنا وشفا. قطعنا الكوسة بالطريقة ديت. تعالي بقى ايه، شوف احنا هنقطع ايه تاني.
وطبعا البطاطس هنقطعها في حاجة تانية علشان نغسلها، ما انا لازم اغسل البطاطس بعد ما بقطعها، ما احبش ان انا اقطعها على طول واحطها في لا ديت افتكرت ان لازم تتغسل فهخليها الاخر. في بطاطسية اهو هروح اقطعها على في بصلاية هروح اقطعها على الطاجن في على النار وهاجي. جت بسرعة. شايفين الشطارة. عندي هنا الصلصة انا بفرزلها، بجيب كل اسبوع كمية، باخد اللي هيكفيني في الاسبوع واللي فايض اسبكه واظبط الدنيا كده معاه، واحط له حبه سكر حبه ملح، وبعد كده ايه احطه بقى يا اما في براطيم زي ما كنا عاملينها مع بعض على القناه، يا اما في اكياس، علشان في رمضان هتكون غاليه جدا. فاحنا بنعمل حسابنا كل اسبوع على الاقل هتحوشي كيستين، على الاقل طبختين، على لو كل اسبوع طبختين يبقى انت كده خلاص عديتي الدنيا. فجبت بقى كيس، بما ان الطماطم واخر الاسبوع وكده، فجبت كيس خدت منه نصه وسبت النص التاني وحطيته في البولة، وهقطع عليه الطماطميتين وهركنها بالطريقة دي. وعندي طبعا صلصة عشان نكمل الطبخة، وهجيب الجزر وهقطعه رفيع بالطريقة دي. كان طعمه تحفة بالله العظيم، احلى واجمل. انا مش عايزة اقول ترلي علشان ما تصعبيش الدنيا معاكي، بس هي ترلي هي طالما فيها اكتر من 4 انواع او 3 انواع يبقى هو ترلي. قطعت البطاطساية كرات صغيرة وشطفتها او غسلتها حطيتها في السرفيز معايا. عندي هنا بسلة خزنها برضو في كيسة، كان فايض برضو من أكلة. أحط هنا كبشتين كده علشان يبقى أكتر منه. عندي كام نوع هنا؟ 1 2 3 4. والفلفل عندي هنا فرخاية قطعتها، الورك 2 الصدر 2، وتبلتها من بالليل في الخل والليمون والتوابل بتاعتها كلها. في الوقت ده كان النور زعلان مني وطفى، مفيش أي مشاكل، مش هتعطل يا نور أبدا أبدا أبدا. هبدأ بقى طالما هي مغسولة ومنقوعة ومتبلة من بالليل، وحطيت توابلها كلها وملحها وخلها وليمونها وكل الدنيا، هبدأ بقى ايه ان انا اصفيها من اللي هي كانت منقوعة فيه كل ده. مش هحط طبعا التتبيلة دي كلها، لا خلاص انا شكرا على كده السوائل اللي تحتها، وهاخد بس الفراخ، مش هغسلها ولا هغسل لها في اي حاجه لان هي متبله. عايزه اقول لك كانت طعمها فوق الخيال، اقسم بالله لما تعملي الفرخه بالطريقه دي انسي اي طعم تاني بجد. متبله واخده حقها في التتبيله وفي كل حاجه. هتبداي بقى بعد ما اتبل البصل، ما اصفرش ولا احمر ولا حاجه، لا يا دوبك كده دبل على النار. هتبداي ان انت بقى ايه، تبداي ان انت تحركي كل قطعه بقطعتها كده، ولما تنشف من السوائل اللي فيها وتجمد كده هتبداي بقى انك تحطي كل حاجه. شايفين اهو طعمها زي العسل والقمر. وبصي جربيها بجد، انا نفسي تجربوها وتقولي لي رايك ايه بجد. تحطي كل الحاجات اللي احنا قطعناها من السرفيس كده اهوت. شايفين الالوانات، شايفين الجميل انا بموت في الشتاء وبحب الشتاء ليه؟ يعتبر ان اكله كله رخيص واكله كله فايدة، وان الخضروات مهمة جدا 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 اكتر من النواشف اللي احنا بناكلها طول الصيف. يعني الشتاء انا بحبه جدا في اكلاته وفي حياته وفي دنيته وفي ريحة الشتاء. لما تقفي في البلكونة او الشباك كده تشمي ريحة الشتاء حلوة بجد. مش عارفة انا بحب الشتاء ليه. في ناس بتقول الناس اللي بتحب الشتاء تجي لي هنا وانا اقتلها، لا بجد محدش يقول لهم عشان ما يجوش يقتلوني. حطيت بقى الطماطم وحطيت الصلصة، 2 3 كبار صلصة. وطبعا الصلصة اللي انا قلت لكم عليها ان انا جايباها من كيس بتاعها، جبت نص كيس وهحط عليها. صدقيني دي كافية جدا ان انت تستعملي الصلصة او التتبيله. هتحطي ورق لوري بقى وشويه 7 بهارات، حبه بابريكا. احنا كده بنشطب يا جدعان، بكره السوق ان شاء الله نجيب حبه بابريكا بقى، وحبه قرفه، اموت فيها القرفه دي حبيبتي. و7 بهارات كده على الوش كده، وحبه ملح، ما تنسيش الملح عشان احنا ما تبلناش الخضار. ايوه كده. صينيه خضار بقى بالفراخ انسي.
انسي الطعم وانسي كل حاجه. ومعلقه سكر الاخيره دي، معلقه سكر. معلقه سكر يا رشا، يا حبيبتي حطي معلقه سكر علشان تحوش لك حموضه الطماطم معاكي. ايوه، بالصلاه على حضره النبي، بسم الله ما شاء الله. مبدئيا كده ممكن تحطيها في الفرن، انا لسه طافيه عليها البوتاجاز، هي بتغلي وخلاص استوت اهي. عايزه تنشفيها اكتر من كده نشفيها، عايزه تحطيها في الفرن تاخد وش، مفيش اي مشاكل. بما ان كلهم مش موجودين دلوقتي ومش هياكلوا دلوقتي، فلما يجي اسخنها احطيها تحت الشوايه واحمرها، وهتبقى احلى صينيه خضار بالفراخ، تحفه بجد. اتمنى تجربيها وتقولي لي انت بتتابعيني منين. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، بحبكم كتير، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اعملي بقى جنبها شويه رز بشعريه، شويه رز حبه وحبه، شويه رز لوحدهم. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.